مين من عشاق المعكرونة الباردة مثلي؟ أكلة فيها كل النكهات اللذيذة، فما بالكن إذا كمان ضفنا لها النكهات بتصير على أطيب وأطيب. أول شي عندي هون كيس معكرونة رح أسلقه، ولبين ما تنسلق المعكرونة رح جهز هون الخضار. انتو فيكن تختاروا أي نوع خضرة موجود عندكن، بس هدول الأربعة أطيب أطيب شي بهي الأكلة: درة وخس وملفوف أحمر وجزر. هلأ للصوص هي طريقتي يلّي بتجنن، ما رح تلاقوا أطيب من هذا الصوص بالعالم. حطيت نُص كاسة حليب وسنّين توم مهروسين ورشة ملح وكاسة مايونيز. وهلأ هون بعد ما استوت المعكرونة رح آخُد كبجاية من مَيّة سلق المعكرونة وضيفها للصوص، يعني رح يعطيه نكهة خرافية. وهيك حطيتها فوق الصوص وحرّكتن كتير منيح، ولقيت هون لسّه بيحتاج مايونيز، كمان ضفت ورجعت حرّكتن منيح. وهلّأ بعد ما انسلقت المعكرونة وصفّيتها وغسلتها منيح، حطيتها فوق الخضار، وهلّأ رح أضيف الصوص فوقن وحرّكن كتير منيح لحد ما تجانسوا كلّن مع بعض. وهلأ هيك صارت عندي جاهزة للتقديم. وكل ما كانت كمية الصوص منيحة كل ما كانت أطيب وأطيب. وهون كنت على جنب قالية نجت، قطعتن وضفتن هيك على الوش بهذا الشكل. والله طيبة طيبة طيبة، يعني قد ما قلت قليل. جربوها كتير رح تعشقوها. لو حبيتوا فيديو اليوم ما تنسوا تدعموه بلايك.